بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني أخوات الكرام، مرحبا بكم في قناتكم الفلاحة ديزاد. يعتبر العمل الفلاحي من أهم القطاعات الاقتصادية في العديد من البلدان ومن بينها الجزائر، حيث يوفر فرص عمل ويساهم في توفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومع ذلك يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في بدء مشاريع فلاحية صغيرة ناجحة بسبب التحديات المالية والتقنية والتسويقية. ومع ذلك إذا تم اتخاذ الإجراءات والاستراتيجيات الصحيحة، يمكن أن يكون للمشاريع الفلاحية الصغيرة تأثير إيجابي على حياة الناس والمجتمع. فيما يلي أمثلة على بعض المشاريع الفلاحية الصغيرة التي يمكن أن تكون ناجحة ومربحة. لذلك أرجو منكم الدعم والمساندة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد لو تفضلتم. المشروع الأول، مشروع زراعة الخضروات العضوية. يعتبر الاهتمام بالغذاء العضوي والصحي من أهم الاتجاهات في القطاع الفلاحي حاليا. يمكن بدء مشروع صغير لزراعة الخضروات العضوية في مساحة صغيرة مثل الحدائق أو الأحواض المائية المرتفعة. يمكن بيع المنتجات والمحصولة للأسواق المحلية أو المطاعم أو في الأسواق. يجب أن تتميز المنتجات بالجودة والنكهة العالية، ويمكن أن تكون مصدر للربح الجيد. ثاني مشروع مزارع الدواجن. يمكن بدء مشروع صغير لتربية الدجاج مثل البط والأرانب والدجاج البلدي. يجب اختيار سلالات طيور ملائمة وتوفير ظروف صحية ومريحة لتربيتها. يمكن أن يساهم مشروع مزارع الدجاج في تلبية الطلب المتزايد على منتجات الدواجن ذات الجودة العالية والمذاق الطيب. المشروع الثالث، مشروع تربية النحل. يمكن بدء مشروع صغير لتربية النحل وإنتاج العسل. تعتبر التربية النحلية فرصة استثمارية ممتازة، حيث يمكن بيع العسل ومشتقاتها الأخرى مثل الشمع والغذاء الملكي واللقاح. يجب معرفة تقنيات رعاية النحل واستخدام معدات الحماية اللازمة للحفاظ على سلامة المربي والنحل. المشروع الرابع، مشروع تربية الأسماك. يعتبر تربية الأسماك في الأحواض المائية أحد المشاريع الفلاحية الصغيرة الناجحة وأكثر ربحية. يمكن تربية أنواع مختلفة من الأسماك مثل سمك السلمون في الأحواض المائية المغلقة أو في البرك الخارجية. يجب معرفة متطلبات الرعاية الصحية للأسماك وتوفير التغذية الملائمة لضمان نموها الجيد وجودة المنتج النهائي. المشروع الخامس، مشروع مزارع الأعشاب الطبية. يمكن بدء مزرعة صغيرة لزراعة الأعشاب الطبية التي تستخدم في تحضير الأدوية العشبية والمكملات الغذائية. تعتبر هذه المشاريع جديرة بالاهتمام، لأن الأعشاب الطبية ذات الجودة العالية طلبها في تزايد. يجب أن يتم توفير الظروف المثلى لزراعة وحصاد الأعشاب، وأن تتوفر وسائل التجفيف والتخزين المناسبة للحفاظ عليها. المشروع السادس، مشروع إنتاج الألبان ومشتقاته. يمكن بدء مشروع صغير لإنتاج اللبن ومنتجات الألبان مثل الزبدة والجبن والزبادي. يمكن توفير الألبان من مزارع الحيوانات الألبان مثل الأبقار والأغنام والماعز. يكمن الجمال في هذا المشروع في ارتفاع الطلب على المنتوجات الطازجة وذات الجودة العالية، ويمكن تسويقها في المحلات والسوبر ماركت المحلية وحتى في الأسواق. المشروع السابع، مشروع زراعة الفطر في الجزائر. واحد من أكثر المشاريع الزراعية ربحية، والتي يمكن أن تبدأ بها برأس مال قليل جدا ومساحة صغيرة جدا. تكتسب زراعة الفطر شعبية كمصدر ثاني للدخل بالنسبة للكثيرين. اليوم مشروع زراعة الفطر في الجزائر هي التجارة الأكثر إنتاجية وربحية،
إنها تكتسب شعبية في العالم، تحول بسرعة العمل الشاق للمزارعين إلى ربح. يزرع المزارعين الفطر كمصدر ثانوي للدخل. الفطر لذيذ وغني بالبروتينات والألياف والبوتاسيوم والنحاس والمعادن الهامة الأخرى. الفطر من عائلة الفطريات، على الرغم من أن الفطر ينتمي إلى عائلة الخضار، لها نفس خصائص النباتات، فهي تحتوي على 90% من الماء ومنخفضة جدا في السعرات الحرارية والدهون. عندما يتم تنفيذ هذه المشاريع الفلاحية الصغيرة بشكل صحيح، يمكن تحقيق النجاح والاستدامة في القطاع الفلاحي. ومع ذلك فإن العمل الفلاحي يتطلب تخطيطا جيدا ودراسة للسوق ومعرفة التقنيات اللازمة والحصول على التمويل المناسب. يمكن الحصول على المعلومات والمشورة من مؤسسات التنمية الريفية المحلية والمزارعين ذي الخبرة لمساعدتك في بدء مشروع فلاحي صغير ناجح. نحن نسعى لانتشار المعرفة وتوفير الدعم لك في رحلتك في عالم الفلاحة وتربية المواشي. نحن نرحب بأسئلتك واقتراحاتك، ونتطلع إلى أن تصبح جزءا من مجتمعنا النشيط والمتحمس. تابع قناتنا وانضم إلينا في هذه الرحلة المثيرة. في الأخير أتمنى لكم التوفيق والنجاح والازدهار، وأتمنى أن تعم الفائدة على الجميع. وإذا أعجبكم الفيديو قم بمشاركته مع أصدقائكم للاستفادة أكثر، ودائما مع شعارنا الفلاحة دي زاد، الفلاحة علم. وإلى درس آخر، وآخر الكلام هو السلام والصلاة على رسول الله، وإلى اللقاء إن شاء الله العلي العظيم.